في واحد المنطقة تيقولوا ليها واد العبيد قريبة من تادلة. بزاف ديال الجنود تيبانوا مخلوعين وما عارفينش اش واقع. الإشاعة انتشرت بأن السلطان الحسن الأول توفى، ولكن حتى واحد ما أكد هاد الشيء، والكل كان مشغول وتيفكر إلا مات السلطان اش غادي يكون مصير البلاد. وهما عارفين بأن مدة هادي ما كانش سلطان قوي بحال الحسن الأول، وخصوصا بعد ما تعرضت البلاد لهزائم قاسية وحيدت ليها الهيبة بين البلدان، بحال معركة إسلي ضد الفرنسيين سنة 1844 ومعركة تطوان سنة 1860 اللي مازال لحد الآن إسبانيا تتخلد ذكرى انتصارها، وحاطين جوج أسود معدنيين أمام البرلمان الإسباني. وهاد الأسدين مقادين من المعدن المذاب ديال المدافع مغربية. وهاد السلطان دار اللي في جهده باش يحافظ على السيادة المغربية ووحدة أراضيه، وكان أسس جيش متكون من 25 ألف محارب، وجاب لهم مدربين من جميع أنحاء البلدان الأوروبية باش ما يبقاش تحت سيطرة دولة واحدة، وبنى دار الماكينة لكي نفاس لصنع السلاح، وكان دار أول أسطول حربي مغربي، وزاد وزارات جداد بحال وزارة الصدارة اللي هي وزارة الأولى، أو وزارة الشكاية اللي هي وزارة العدل، ووزارة الشؤون البرانية اللي هي وزارة الخارجية. وكيف ما قلنا كل شي كان خايف على مصير البلاد إلا واحد، وهو الحاجب الملكي بوحمال اللي عاد كان مع السلطان في الخيمة أثناء احتضاره. ومن تيقن بأن السلطان مات أخفى الأمر على البقية وعطى الأمر ديالو باش يشدوا الطريق للشاوية. وفاش وصلوا جمع بوحماد الوزراء وقيادة الجيش وعاد قال لهم بأن السلطان توفى، وفرض عليهم باش يكون عبد العزيز اللي كانت عنده غير 14 عام يكون هو السلطان الجديد من بين الأمراء اللي كان عندهم الحق في الملك، واللي لقى عليهم القبض هما والمعارضين ليه. وعين راسه هو الصدر الأعظم من بعد ما لقى القبض على الصدر الأعظم القديم. وحاول بوحماد باش يحكم الدولة بحال الحسن الأول، ولكن كثروا عليه الثورات وتفرد بالحكم، وحبس عبد العزيز في القصر وجاب ليه بزاف ديال اللعاب والاختراعات الأوروبية. وبقى الحال هكا حتى مات الصدر الأعظم سنة 1900، وعاد عبد العزيز بدا الحكم ديالو الفعلي، وما كان عارف والو في السياسة، والناس اللي دايرين بيه كلها تيضرب على راسه، بحال المنبه اللي فاش مات الصدر الأعظم سرق الثلثين من خزينة المملكة باش يقوي بها النفوذ ديالو. ومن جهة أخرى بدات فرنسا تدخل الأراضي المغربية بذريعة تأديب المعتادين على البعثات ديالها، وهذا الوضع اللي ولا فيه المغرب ولا أرض خصبة للثورات. ولكن أكبر ثورة اللي هدات استقرار المغرب وكان سببها موظف بسيط اللي هو الروكي بوحمارة. منين خرج هاد بوحمارة وفين كان وكيفاش بغى يولي ملك المغرب؟ وهادشي اللي غادي نعرفو كاملين في هاد الفيديو. بوحمارة اللي على بونتو كانت السلالة ديالو غادا تكون هي اللي حاكمانا في بلاصة الملوك العلويين. هذا هو اللي دار أكبر وأقوى تمرد للدولة المغربية، وهذا هو اللي أسس الطريقة الصوفية النورانية اللي جمع بها الكثير من الناس، وخصوصا أصحاب الطريقة الصوفية اللي كانت تنتقد الدولة المغربية والسلطان. كان بوحمارة تيأججهم وتيقول لهم بأن القصر والسلطان متمردين، أن الجيش تيخدم النصارى، حيث كانت عنده طريقة واعرة بزاف في الإقناع والإلقاء. وكان تيخبر الناس بأنه هو الأمير محمد ولد السلطان مولاي الحسن، وأنه هو الأحق بالعرش. وكان بوحمارة ولا يهدد الدولة المغربية وحكم الجهة الشرقية كاملة، ونصب راسو سلطان عليها، ودار العاصمة ديالو هي تازة، وحكم الجهة الشرقية 7 سنين تابع. وانت تتسمع سمية بوحمارة تيجي ليك بالك بحال شي واحد بوهالي ولا شي عطار وزعم وبغى ياكل اللحم. لا سيدي بوحمارة راه قرا في سلك الطلبة المهندسين في فاس، وكمل قرايته في فرنسا، وكان التخصص ديالو الطوبوغراف. ترى واحد القصة عنده في شكال، تبع معايا مزيان وغادي نعرفو كيفاش بدا هاد الروينة كامل. 7 يونيو 1894 انتشرت الإشاعة بأن السلطان الحسن الأول توفى، ولكن ما كاينش اللي أكد الخبر، والناس تخوفات من الخبر إلا كان صحيح، حيث المغرب كان مقربط، والحسن الأول مدة ما جا شي سلطان قوي بحالو. كلشي كان خايف على مصير البلاد إلا الحاجب الملكي بوحماد اللي استغل الفرصة وبانت ليه القضية مربوح، حيث بوحماد كان مع السلطان فاش توفى وما قالهاش ليهم حتى وصل الشاوية، وجمع الوزراء والمخزن وقالها ليهم، وفرض عليهم يعينوا السلطان عبد العزيز اللي كانت عنده غير 14 عام، ودخل كاع الأمراء اللي عندهم الحق في الملك للسجن، وعين راسو هو الصدر الأعظم.
وعزل السلطان الصغير في القصر وشبعوا ألعاب بحال آلات التصوير والدراجات والسيارات والألعاب النارية وتفرد هو بالحكم. ونهار توفى بوحماد سنة 1900 بغى السلطان عبد العزيز يحكم البلاد معرفة باش مقوفلة والبلاد غادة في النقصان، وبداو الثورات وما كاين غير جري عليا نجري لي. وهنا بانت أكبر ثورة اللي هدت استقرار البلاد اللي كان سببها واحد الموظف بسيط اللي كان خدام عند واحد القايد سميتو الجيلاني بن عبد السلام اليوسفي الزرهوني اللي هو بوحمار، اللي كانت زاد في سنة 1862 في متجر ولاد يوسف بجبل زرهون في مدينة فاس. من بعد ما قرا هنا وكمل قرايته في فرنسا رجع المغرب وخدم عون عند القايد، ومن بعد ولا كاتب عند الخليفة أمير أبو حفص أخ السلطان عبد العزيز، وخدم في القصر مدة وحفظ الخدمة ديال القصر والخبايا ديالو حتى لواحد النهار زغبو الله وزور توقيع ديال الخليفة وضربوه بعامين ديال الحبس. غير خرج من الحبس هبط من فاس للجهة الشرقية وركب على حمارته ودار فيها داعية يدعو إلى الله ورسوله، وصل حتى الجزائر وتواصل مع الناس ديال الطرق الصوفية ورجع للجهة الشرقية سنة 1901 وأسس الطريقة الصوفية النورانية. وهذا الشيء كامل تيدير فيه غير باش يجمع عليه الناس ويبدا يخطط للفتنة ديالو، وبدا تيقول لهم بأن السلطان عبد العزيز واللي معاه مرتدين كيتشبهوا بالنصارى وتيخدموا معاهم ما يقدروش يحكموا المغرب، وكان واعر في الهضره تيخلي بنادم بالخف يثيق فيه ويصدقوه. وباش يثيقوا فيه مزيان ولا تيقول لهم بانه هو المولى محمد بن الحسن اخ الملك والاحق بالعرش، انني هربت من السجن ديال السلطان وبدلت السميه غير باش ما يعيقوش بيا. واللي ساعدو بزاف هو كان عنده الخاتم ديال الامير اللي كان دخلو للحبس بوحماد، وبسهوله بدا تيجمع في جيش كبير. 1902 العامل ديال تازا بان ليه الخطر قريب ليه ورسل رساله للسلطه المركزيه ولكن ما تسوقوش ليه، تيصحابوها ثوره عاديه. ولكن بحماره بالسرعه حاصر مدينه تازا وبقى يتفاوض معاهم حتى سلموها ليه، وكانت هذه اول عاصمه للجيش ديال بحمار. وهنا الدوله عرفت القضيه راها سخونه وماشي ثوره عاديه، وعطى السلطان عبد العزيز الاذن لخوه الصغير لقياده الجيش، وجاب حتى جيش ولد عمو عبد السلام المراني اللي كان في جبال، وتلاقاو في المعركه وانهزم جيش السلطان على يد جيش بحمار. والناس ديال فاس تخلعوا وبداو يوجدوا الحصار، ولكن السلطان عيط على المنبه وكلفو باش يجمع ليه الجيوش كامله يفضي عليه هاد الحرير. والمنبه جمع جيش كبير فيه شي 70,000 جندي، وكان فيه حتى القايد عيسى بن عمر والتهامي القلاوي وخوه المدني القلاوي، وتلاقاو في المعركه وهزموا جيش بوحماره حتى بقات ما غير شي 4000 جندي. هنا بوحماره بدل الخط ودار معاهم داكشي ديال العصابات، ولا تيهجم على جيش السلطان في الليل كيما تنقولوا تيضرب ويهرب، وبدا يقطع عليهم الامدادات خصوصا الطريق اللي ما بين فاس وتاز، وتيتخبى عليهم في الجبال والشعب اللي خلى المهمه ديال الجيوش السلطان صعيب. ونجحات ليه الخطه اللي خلات السلطان يامر الجيوش باش ينسحب. وفي هذا الوقت غادا تزنزل ليه الدبانه وغادي ينوض يكري شي مناجم في الريف الاسبان والفرنسيين سنه 1907، ولكن الريافه طردوهم من المنطقه. في هذا الوقت غادي يوقعوا جوج حوايج اللي غادي يغيروا الاحداث. الحدث الاول هو دخول فرنسا لوجده تحت ذريعه فرض الامن في المنطقه، والحدث الثاني هو عزل السلطان مولاي عبد العزيز في 16 أغسطس سنة 1907 وتولى خوه السلطان مولاي عبد الحفيظ الحكم، ووعد الناس باش يحرر الأراضي المغربية. وبالفعل جمع الجيش وهجم على بوحمارة وصفاها الجيش ديالو. بقى غير بوحمارة هرب وتخبى في الجامع ديال الزاوية القادرية، ولا اللي قرب المسجد تيتيري فيه وما بغاش يخرج حتى شعلوا العافية في المسجد وتخنق بالدخان وخرج. وتم القبض عليه نهار 2 أغسطس 1909 وداروه في واحد القفص، وكل عشية تيخرجوه يتفرجوا فيه الناس لمدة شهرين، وفي الأخير غادي يعدموه ويقدموه للنمورة باش ياكلوه. السلام عليكم ودوزو بخير.